السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير. هعمل معاكم النهارده تحليه حلوه قوي، واحلى حاجه فيها بقى ان هي بارده، فهتلطف علينا الجو الحر اللي احنا عايشين فيه ده. وزي ما انتوا شايفين شكلها حلو قوي، وقد ايه القوام بتاعها حلو والطعم خطير، وبجد هيعجبكم ومش هتبطلي اصلا انك تجربيها من كتر حلاوتها. طبقه الجيلي هتكون معاكي متماسكه، وكمان طبقه الكريمه هتكون حلوه قوي. جربوها بنفس الطريقه وان شاء الله هتعجبكم. اول حاجة معايا هنا كوبايتين من الحليب او اللبن، هضيف عليهم السكر، والسكر حسب الرغبة. انا هضيف هنا 3 معالق او 4 معالق حسب ما تحبي. انا ضفت 3 معالق من السكر، ونزلت عليهم ب3 معالق من الكاسترد، ونص معلقة صغيرة من الفانيليا. هنقلبهم كويس وهنرفعهم على النار. اهم حاجة نقلب كويس قوي عشان الكاسترد معانا والسكر يدوب تماما وما يتكتلش معاكي. وهي على النار هتستمري في التقليب. زي ما انتوا شايفين القوام معايا بيكون قوام كريمي كده، ولا هو تقيل قوي ولا هو خفيف. هنجيب بقى الكوبايات بتاعتنا او الكاسات اللي انتي حابه تضيفي فيه، بس الاكواب بتبقى حلوه قوي لان بتدي شكل حلو. هننزل بكميه كده، استخدمت معلقه ايس كريم بس عشان تخلي الكميه كلها قد بعضها. اهم حاجه هتحطي الكاسات بتاعتك او الكوبايات على الصينيه بتاعه الكب كيك، وهنبقى مميلينهم كده عشان يدونا التقسيمه بتاعه النص الجيلي ونص الكريم. هدخلهم بقى التلاجة لحد ما يتماسكوا معايا واكون عملت الطبقه التانية. هنجيب هنا نص كوبايه من الميه العاديه، واضيف عليها معلقتين كبار من الجيلاتين البودر. هنقلبهم كويس. هنجيب بقى في اي بول عندنا هننزل بباكت من الجيلي، استخدمي اي نوع تحبيه. انا استخدمت هنا جيلي فراولة. هنضيف عليه السكر، ضفت معلقتين كبار من السكر، وبرضو السكر نسبي، وضفت كوباية ونص من المية المغلية. هنقلبهم كويس لحد السكر ما يدوب تماما معايا، وبعدين هننزل بطبقة الجيلاتين اللي احنا عملناه. هنقلبها كويس، وهنا بيكون جاهز معايا خليط الجيلي وبكل سهولة، ولا عملناه على نار ولا على اي حاجة. اهم حاجة تكون المية معايا مغلية. بعد بقى ما تمسكت معايا طبقة الكريمة، هننزل عليها بطبقة الجيلي، وبعد بقى الاكواب لان انا خلاص ما عادش في طبقات تانية، فانا عدلت الاكواب كده وكملت بطبقة الجيلي بتاعتي. وبعد ما اخلص بقى كل الكمية هدخلها التلاجة لحد ما تتماسك معايا. مش بتاخد وقت كتير لان احنا كده كده ضايفين جيلاتين، لكن لو مش هتضيفي جيلاتين هتقللي المية معاكي الكوباية بس من المية، وهتدخليها التلاجة مدة اطول شوية. هنا بقى نقلتهم على صينية تانية تكون اصغر بس معايا، وهندخلهم التلاجة لحد ما يتماسكوا تماما. وده بقى بيكون شكلها بعد ما تماسكت. مش قادرة اقول لكم قد ايه حلوة قوي. شايفين وانا بقلب الكوبايه اصلا مش بتنزل منها لان هي متماسكه حلوه قوي. وتقسيمه الالوان حلوه، يعني دي حاجه تعجب الاطفال، وخاصه ان هي بتحب التلاعب في الالوان وكده. حبيت بقى ان انا ازين الوش، ضفت كام كده عود من النعناع على قطعتين من البرقوق، وكام كده حبايه من العنب. فطبعا ده حسب رغبتكم، مش حابين عادي، هي شكلها اصلا لطيف من غير حاجه. وقدموها وجربوها بنفس الطريقة وان شاء الله هتعجبكم. تحلية سهلة وسريعة، وبمكونات ان شاء الله تكون موجودة في كل بيت، وهتطلع حاجة حلوة قوي. هخلص بقى تزيين كل الاكواب بتاعتي بنفس الطريقة دي، وكده بتكون جهزت معايا. الاهم بقى مرحلة ان احنا نجرب وناكل منها. مش قادرة اقول لكم قد ايه كريمية، وطعم الجيلي مع الكريمة حلوة قد ايه. التحلية دي كانت امهاتنا بتعملها لنا زمان، كانت بتبقى قد ايه حلوة وبتفرحنا. اتمنى انكم تجربوها وتقولوا لي رأيكم. اسيبكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.